السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا فيكم جميعا. وصفتنا لليوم البيتي فور بأنجح وأسهل طريقة. بيتي فور ناجح هش ويذوب بالفم، وإذا تحبوا تحصلوا على بيتي فور ناجح ويظل معكم لفترة طويلة هش ويذوب بالفم، التزموا بخطوات العمل. بسوي معاكم البيتي فور بآلة البيتي فور وأيضا بالأقماع، وأيضا بوضح بالفيديو كيف نختار آلة البيتي فور يلي ما تتعبنا وقت العمل. ولعمل البيتي فور يلا نبدأ بخطوات العمل. وأولا بنبدأ بعمل بيتي فور الفانيليا. ولعمل بيتي فور الفانيليا بنحتاج 200 جرام زبدة طرية. مهم جدا تكون الزبدة طرية وبدرجة حرارة المطبخ. بنحط على الزبدة نصف كوب سكر بودرة، ومهم جدا يكون السكر بودرة حتى نحصل على بيتي فور هش. بنطحن السكر تمام، وبعدين بننخل السكر تمام حتى نتأكد إنه ناعم تماما. وبعد ما أضفنا السكر على الزبدة بنخلط تمام بالخلاط الكهربائي حتى يصير لون الزبدة أبيض. وبعدها بنضيف المكونات التالية: صفار بيضة وبيضة كاملة. طبعا إذا تحبوا البيتي فور طري بزيادة حطوا 2 صفار بيض، لكن إذا تحبوه ماسك وهش بزيادة حطوا صفار بيضة وبيضة كاملة. وكمان بحط عشان نكهة وطعم البيتي فور تكون قوية ومثل المحلات إما نكهة حليب أو ملعقة كبيرة حليب بودرة. وأيضا بنضيف ملعقة صغيرة فانيلا، وبنخلط تمام المكونات حتى تصير كريمية. مهم جدا خلط المكونات حتى تصير كريمية. وبعدين بنضيف المواد الجافة. بنحتاج لكل 200 جرام زبدة بنحتاج 2 أكواب معيارية دقيق أبيض منخول. بنحط الدقيق على الزبدة بعد ما صارت كريمية، وكمان بنحط رشة ملح، وبعدين بنقلب بالإسباتولا حتى يندمج الدقيق بالكامل. وبذي المرحلة ما نعجن كثير حتى ما نطلع الدسم من العجينة. مجرد ما تلتم العجينة نوقف عجن سواء باليد أو بالإسباتولا. وهنا بعد ما صارت معي عجينة الفانيليا جاهزة باخذ منها جزء بسيط بشكلها شكل معين بالقمع، وباقي العجينة بسويه بآلة البيتي فور. طبعا مهم جدا نختار آلة بيتي فور تكون حلوة ونوعها أصلي، لأن الماركات المستخدمة والرخيصة في الأسواق فيها عدة عيوب. وآلة البيتي فور يلي استخدمتها أخذتها من شي مش عملية بالمرة. بشرح لكم بآخر الفيديو ليش مش عملية. وقوام عجينة البيتي فور مهم جدا تكون طرية، لأنه لو قست معاكم ما بتخرج معاكم من الكيس الحلواني بالأقماع، وكمان ما بتخرج بالآلة. مهم جدا تكون طرية. إذا كانت معاكم العجينة تلتصق زيادة باليد فممكن تزيدوا من نصف ملعقة كبيرة إلى ملعقة كبيرة فقط. هنا أنا قسمت العجينة لقسمين لأن التشكيل بالأقماع ما ينفع نزيد الدقيق. مهم جدا تكون العجينة طرية حتى يسهل خروجها من القمع بسهولة. والقسم الثاني زدت عليه نصف ملعقة كبيرة دقيق، خلطت الدقيق مع العجينة وكذا صارت العجينة جاهزة. وهنا بعد ما صارت العجينة جاهزة بغطي العجينة تمام، وبعدها بننتقل لعجينة الشوكولاتة. وهنا عشان الوقت جهزت خليط الزبدة مع البيض نفس مكونات عجينة الفانيليا، لكن هنا بنضيف على الزبدة المخفوقة مع البيض نصف كوب كاكاو خام جودة ممتازة. مهم يكون الكاكاو جودة ممتازة حتى تحصلوا على لون وطعم حلو لبيتي فور الشوكولاتة. وبعد ما أضفنا الكاكاو طبعا بننخله تمام عشان نبعد التكتلات. وبعد ما أضفنا الكاكاو بنضيف كوب ونصف دقيق أبيض منخول، وبنضيف رشة ملح عشان نبرز الطعم والنكهات. وبنقلب تمام العجينة بالإسباتولا حتى تصير معانا عجينة ملتمة. وكالعادة أي عجينة بسكويتات أو معمول ما نعجنها زيادة حتى ما نطلع الدسم. وكذا صارت معانا عجينة البيتي فور بالشوكولاتة جاهزة. بننتقل للتشكيل. وبعد ما جهزنا عجينة الفانيليا وعجينة الشوكولاتة بننتقل للتشكيل. وأولا بنبدأ بتشكيل عجينة الفانيليا. طبعا أنا شكلت بالقمع شكل الشمس بكمية العجينة يلي شلتها من عجينة الفانيليا. هنا بشكل الأشكال تقريبا نفس الحجم
وبعدها باخذ الملعقة المعيارية اللي طرفها مدبب دائري وبسوي ثقوب بكل حبة، لكن ثقب صغير، عشان بعد الاستواء أحط على كل حبة بيتي فور مربع، بيكون الشكل مرة حلو. وبعد ما نخلص تشكيل بنحط الصينية في الثلاجة. طبعا العجينة الموضحة بالفيديو مهم جدا، تحتاج ثلاجة بعد التشكيل عشان الشكل ما يتمدد معاكم بالفرن، وكمان تظل نفس الرسمة وما تخرب معاكم أثناء التسوية. طبعا ينفع إنكم تحمروا البيتيفور بدون ما تحطوه في الثلاجة، لكن بيتمدد شوية معاكم. لكن إذا تحبوا الأشكال المرتبة وشكلها نفس الشكل اللي شكلتوه، مهم جدا تحطوه في الثلاجة من 5 إلى 10 دقائق. وبعدين بننتقل للتشكيل بآلة البيتيفور. طبعا آلة البيتيفور الموضحة أخذتها من شي إن، الآلة مش عملية بالمرة. إذا عندكم مشروع أو إنكم تسووا البيتيفور بكثرة لازم تاخذوا آلة بيتيفور أصلية، لأن الموضحة مش عملية بالمرة، ممكن تمشي معاكم إذا بتسووا كميات قليلة. ومن عيوب الآلة يلي استخدمتها وتعبتني أثناء التشكيل إنها ما تحتاج كمية كبيرة من العجين، لأن غطاء آلة البيتيفور ينفك غطاء الآلة بسبب رداءة التصنيع. وثانيا إذا العجينة شوية قاسية ما بتخرج معاكم الأشكال بالمرة. وكمان إنه بلاستيك الآلة خفيف جدا، ومثل ما تلاحظوا أثناء التشكيل إنني أسوي كمية بسيطة وما خليت العجينة قاسية حتى تخرج معي الأشكال بكل سهولة وما تتعبني أثناء التشكيل. وإذا عندكم نفس الآلة سووا بنفس المقادير وبتخرج معاكم الأشكال بكل سهولة، لكن أثناء ضغط الآلة ما نضغطها زيادة حتى ما تكبر أشكال البسكويت وتصير أشكال البيتيفور مش حلوة، لأن بيتيفور الآلة يكون شكله مرتب إذا كانت حبات البسكويت صغيرة. وطريقة التشكيل بآلة البيتيفور إنه نخرج الشكل شوية من آلة البيتيفور بالضغط قبل الضغط عليها على الصحن، وبعدها نضغط ضغطة فقط وبيخرج الشكل صغير. لكن إذا ضغطنا ضغطتين على الصحن بيخرج الشكل كبير ومش مرتب. وبعد ما خلصنا تشكيل عجينة الفانيلا بننتقل لتشكيل عجينة الشوكولاتة. شكلت نصفها بالقمع والنصف الثاني بآلة البيتيفور. طبعا بالقمع بنضغط على القمع أثناء التشكيل بشكل مستقيم حتى يخرج معنا الشكل مرتب. قياس حبة البسكويت بالأقماع حسب رغبتكم، ممكن تسووها أحجام شوية كبيرة وممكن صغيرة مثل ما سويت. وهنا بعد ما خلصت تشكيل عجينة الفانيليا والشوكولاتة بننتقل لمرحلة التحمير. وبعد ما حطيت الصواني في الثلاجة بخرج الصواني الأولى يلي بردت معايا وبحطهم في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية. طبعا بعد ما نسخن الفرن على درجة حرارة 200 وبعد ما يسخن بنقص النار بدرجة حرارة 180. طبعا أول ما ينشف البسكويت داخل الفرن بنقص النار من تحت وفوق إذا نحب البيتيفور يظل معنا لفترة طويلة هش، وبنخلي النار هادئة حتى يتحمر البيتيفور براحته وما يطرأ إذا ظل معنا لفترة طويلة. طبعا مرحلة التحمير على نار هادئة مهمة جدا إذا تحبوا البيتيفور معاكم هش، أما إذا تحبوه طري خلوه يتحمر بدرجة حرارة 180 من تحت والنار عالية من فوق. لكن أنا أحبه هش، فبعد ما نشف البيتيفور بالفرن تأكدت إنه ما بيتمدد معايا، نقصت النار لأهدى درجة حرارة وخليته يستوي براحته، وحصلت على بيتيفور هش ويذوب بالفم. مدة تسوية البيتيفور على نار هادئة حوالي ربع ساعة مع المراقبة. ودي الأشكال بعد ما خرجتها من الفرن. طبعا أنا أحمر البيتيفور شوية زيادة حتى نحصل على بيتيفور هش. إذا تحبوا بيتيفور طري خلوه أبيض، وأنصحكم تحمروه حتى يظل معاكم لفترة طويلة هش. وطبعا بيتيفور الشوكولاتة مهم جدا أثناء التسوية نحط من عجينة البيتيفور البيضاء مع أشكال بيتيفور الشوكولاتة حتى ما ينحرق معنا بيتيفور الشوكولاتة. وهنا الأشكال يلي سويتها بالقمع بعجينة الفانيلا. طبعا أثناء وضع المربع على الأشكال ما تصورت معي اللقطة. تحط المربع على الفتحات يلي سويناها الشكل مرة مميز على صحن التقديم. وإذا تحبوا تحشوا البيتيفور
حسب رغبتكم. ممكن تحشوه بالشوكولاتة البيضاء أو الشوكولاتة بالحليب أو المربى أو التوفي، وتسووا زينة على البيتي فور بأي طريقة تحبوها. ممكن تخلوا الفقرة دي للأطفال يحبوها جدا. أنا طبعا سويت كم حبة وباقي حبات البيتي فور خليت بناتي يسووا، مرة كانوا مستمتعين بالتزيين. وطريقة حفظ البيتي فور: طبعا البيتي فور يلي ما حشيناهم بنحطهم في حافظة محكمة الإغلاق، واللي حشيناهم بنحطهم في علبة محكمة الإغلاق، لكن بنحط بين الطبقات ورق زبدة حتى نحافظ على هشاشة البيتي فور لفترة طويلة، ونحطه في الثلاجة. فترة الصلاحية في الثلاجة أسبوعين كاملين. وطبعا إذا نحب نخليه أكثر بنحطه في المجمد بيظل معنا فترة طويلة بدون ما يتغير، من 2 إلى 3 إذا حطيناه في المجمد. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتم فيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. في أمان الله. عملت طعمها حلو، مجنن.